الكاف بيعلن عن القائمة النهائية لأفضل 5 فرق داخل قارة أفريقيا، واللي منهم طبعا النادي الأهلي حاصل على دوري أبطال أفريقيا، والزمالك حاصل على الكونفدرالية والسوبر الأفريقي. ده غير إن طبعا نهضة بركان كان وصيف الكونفدرالية، والترجي كان وصيف دوري الأبطال. وهنا طبعا يا عزيزي صن داونز كان هو اللي حصل على اللقب بتاع البطولة اللي تم إلغائها الموسم اللي فات، الموسم ده عفوا. وهنا يا عزيزي اختار لك ال5 فرق دول، منهم فرقتين مصريين، ولكن في تنافس بين ال5 فرق. طيب مين بتوقعاتك كده، مين هياخد افضل فريق في داخل القاره عام 2024؟ لو اتكلمنا كده هتلاقي ان الاستبعاد من الاستبعاد الاثنين، اللي هو طبعا نهضه بركان والترجي التونسي، لان ده كان وصيف وده كان وصيف. لكن قدامك انت ثلاثه، والثلاثه حصلوا على الالقاب. الاهلي حصل على دوري ابطال افريقيا، الزمالك حصل على الكونفدراليه والسوبر الافريقي، عندك كمان الثالث صن داونز حصل على البطوله اللي بالفعل حصل عليها، والموسم ده تم الغائها. عشان كده قدامك يعني ال5 دول هيطلع منهم اثنين، هيبقى قدامك ثلاثه. والاختيار طبعا يا عزيزي من الثلاثه دول على الافضل داخل القاره من ناحيه الانديه. عشان الكاف برضو نزل اختيار ثاني، او نزل من الاخر قائمه نهائيه تضم 5 لاعبين، منهم 2 لعيبه من النادي الاهلي، واحد من نادي الزمالك، وطبعا اثنين، واحد من صن داونز، واحد من نهضه بركان. عشان كده يا عزيزي من الاخر برضو زي ما في 5 انديه بيتنافسوا على الافضل داخل القاره، في كمان 5 لعيبه بيتنافسوا على افضل داخل القاره. منهم زي ما قلت لك حسين الشحات، احمد السيد زيزو، ومصطفى شوبير. دول الثلاثه المصريين اللي بينافسوا، 2 اهلي، واحد زمالك، واحد صن داونز، واحد نهضه بركان. الترجي ما فيش حد منافس فيها. ولكن هنا يا عزيزي انت توقعاتك ان المنافسه بين الافضل داخل القاره من ناحيه اللعيبه، انت قدامك احمد السيد زيزو. ده يا عزيزي كان بينافس برضه على لقب هداف الكونفدراليه، ولكن فرق يفرق بينه وبين الاخر ان من الاخر كده يا عزيزي هو سجل 5 اهداف، 4 اهداف عفوا، في 11 مباراه. في لاعب تاني مسجل 4 اهداف في 5 مباريات. يعني اللاعب ده يفرق بالفعل، واللاعب ده موجود في التصويت. لما تيجي تتكلم حضرتك عن سير الشحاته وهداف دوري ابطال افريقيا الموسم ده، لما نيجي نتكلم عن شوبير هو طالع بافضل كلين شيت اللي في بطوله دوري ابطال افريقيا. انت توقعاتك مين بالفعل اللي هياخد الافضل لاعب داخل القاره؟ قدامك 5، وانت اختار واكتب في التعليقات، او من الاخر كده توقعاتك مين اللي هيطلع افضل لاعب في القاره الموسم ده 2024. الانديه معروفه وفيها جدل كبير، زي رغم ان حسمتها لك قلت لك في 2 هيتم استبعادهم، اللي من الاخر كده الترجي ونهضه بركان. انما الثلاثه اللي موجودين اللي هيتم طبعا التعامل بين الثلاثه، لان كل واحد منهم حصل على لقب. نادي الزمالك حصل على لقبين، دوري ابطال دوري عفوا الكونفدراليه والسوبر الافريقي. الاهلي حصل على دوري ابطال افريقيا وطبعا البطوله الكبيره. وعندك عزيزي صن داونز حصل على البطوله اللي تم الغائها. يعني هو للاسف كده النسخه اتعملت، هي النسخه الوحيده اللي اتلعبت وحصل عليها صن داونز، ولكن تم الغائها الموسم ده. عشان ياكد لك بالفعل كده ان الكاف يعني وضح الامور واختياراته كلها موفقه. انت يا عزيزي توقعاتك مين اللي هيكون افضل داخل القاره من ناحيه الانديه، والافضل داخل القاره من ناحيه اللعيبه؟ قدامك 5، وهنا قدامك 5 انديه زي ما قلت لك، وقدامك 5 افراد، 5 لعيبه هيتم اختيار منهم في القائمه النهائيه اللي هيتم توزيع عليهم الجوائز في المغرب ان شاء الله الفتره اللي جايه. طيب وشيء